ونحن لازم نقدر كل شيء وان شاء الله ما تنعدش. وهذا كان سبب حكمه بالغه من الله سبحانه وتعالى اللي قدر هالكرام يوصلوا ويتيقنوا ويامنوا ويتعاملوا في الحسنى في كل معنى الكلمه. هذا مش شيء صار في الدنيا. اما تستاهلوا هاي الكرامات. اما الجماعه عطونا كل كلمه الى احترامها، اعترافا قاصدين يأجرونا ويعترفوا ويقدروا ويجيبوا الامور الكذا كذا، وهن عملونا شعب واحد. نحن آل معروف وبني معروف، حبينا نكون آية من آيات التسامح والتقارب مثل ما قال في عرف في أعراف، وقالوا لنا بني معروف دينيا واجتماعيا ورمزيا ومعنويا. لازم نبقى في وحدة موحدة بكل الطوائف بكل العالم حتى تبقوا نموذج وآية من آيات الخير والتوفيق. وفقكم الله أجركم وخليكم في جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. هذا المصاب هز العالم، أما هذا قدر رباني، مش نحن عملنا هذا الشيء. نستاهلوا مشان لقدام نظل في هذا المواقف المشرفة. أجركم الله. بارك الله فيك.